صعبين جدا جدا طبعا، عندنا احساس غير طبيعي، ايه ده؟ فشلنا، الثوره ضاعت، ضيعناها، اللي حصل، المؤامره، الفلول، الدنيا، كل حد طبعا صدمات وانهيارات وكل حاجه. مش نهايه تكون على فكره، لان احنا اخترنا طريق ديمقراطي، والطريق الديمقراطي صعب وطويل جدا على فكره، وعملنا اخطاء كتيره جدا. المشكله ان ما حدش اعترف باي اخطاء خالص من اول لحظه لغايه دلوقتي. عايز اقول لكم برضه قبل ما نخش في التفاصيل ونتكلم شويه جد كده، التاريخ اللي حصل معانا ده من غير مؤامرات ولا غيره حصل في 60 حته ثانيه. طبعا في مؤامرات، في ناس اصحاب مصالح، في كل حاجه. العمليه دايما الاجانب يقول لك it takes two to tango، لازم الاثنين يرقصوا مع بعض، لازم كل واحد يقوم بالدور بتاعه. لو واحد متآمر والتاني واعي ومصحصح مش هيخسر. لو واحد متآمر والتاني ما بيلعبش دوره وبيغلط مره واثنين وثلاثه بمزاجه وبيستهبل ويستعبط، انا اسف في اللفظ، ويفوتها، يدفع الثمن وكلنا ندفع الثمن. من زمان حصل على فكره، دايما يكلمونا عن موضوع رومانيا وتشاوتشيسكو والناس بتوعه كسبوا، لا، في حاله ابسط من كده. نيكاراجوا كانت عندهم ثوار اسمهم ثوار الساندينيستا، ده كان الكلام ده في اخر السبعينات اول الثمانينات، وكانوا حاجه قويه جدا. انا فاكر اسم الراجل كان اسمه اورتيجا كمان، وقائد ثوري والناس كلها معاهم وبيتابعوهم، وكانت امريكا ضدهم والعالم الغربي بيمول ضدهم بكل حاجه. انتصروا والثوره طلعت الراجل اللي هو الزعيم الدكتاتوري اللي كان يعني مضيع البلد فوق 30 40 سنه هو واهله قبل كده وغيره، وبداوا فعلا حكم ثوري، وعملوها كمان بخطوات ثوريه قويه جدا في الاول، قوانين ثوريه ومحاكمات وتطهير وغيره. وبعد سنه او سنه ونص كمان قال لك خلاص اسسنا القواعد بتاعت الحكم كلها، نخلص بقى من الحكم الشمولي وتعالوا نعمل انتخابات ديمقراطيه. وعملوا الانتخابات وكسبوا لان الشعب كله معاهم، وحكموا البلد لمده 4 سنين. في نهايه ال4 سنين الانتخابات اللي بعديها خسروا تماما، واللي كسب حزب يميني معارض كان كله رجاله الحاكم الدكتاتور اللي كان موجود قبل كده. يعني بتحصل، يعني كل واحد قدرته على انه يحكم ويثبت نفسه ويعمل حاجه للبلد، والا يفشل بعد كده. الهدف الاساسي ان احنا بدانا عمليه ديمقراطيه وعايزين نكملها لغايه الاخر. كل واحد عنده راي مختلف، انا من الاول ما كنتش عايز ديمقراطيه بصراحه، كنت عايز احكام ثوريه وغيره، لكن مش هي دي الموضوع دلوقتي. اللي حصل حصل، خلينا نتعامل معاها، خلينا نكمل جلد الذات شويه، فرصه بقى نتكلم شويه صراحه عشان الناس اللي بتزعل وتشتم وتعمل وتسوي. نقول هو مين اللي غلط النهارده؟ من هم المذنبون؟ خليكم معانا. كان فيلم جامد قوي المذنبون على فكره. اول حد مذنب هو احنا مين؟ اللي زي حالاتي وزي حالاتكم كده، الفتايين المنطلقين، لبخنا في كل اتجاهات ونتكلم كتير جدا ونلقح كلام من بعيد وما بنعملش قوي، نقعد نهاجم وننظر ونقول. وغالبا على فكره حمدين صباحي ضعيف، بلاش بقى، مرهوش حد ومعهوش فلوس، خلينا نركز. او فتوح على فكره بقاش اخوان، لا شفيق مستحيل يكسب، لا ده فلوس صريحه، قلق من عمرو موسى، لا الاخوان بالذات، اصل مرسي ما عندوش اي شعبيه. فاتينا فاتي قلنا ده على فكره خالد علي ماشي بشكل جامد من الاول، شكلنا مش عارف ايه الثوريين، نضحك على روحنا ونتكلم كلام كبير وما نخشش في التفاصيل، وتبقى عارف الكارثه جايه وتطنشها تماما. فالتانيين ما لهمش لازمه على فكره، حلاقين جدا بنقول كلام فارغ، ومحتاجين كلنا نتعلم ان احنا نعمل، نشتغل، نشوف الصوره الواقعيه عشان نقدر نفيد بلدنا بجد. ده اول غلطان. اكيد مرشحين الثوره لو كلهم مرشحين الثوره فعلا كميه كلام فارغ وتضييع وقت، يا خبر. كل مره كلامهم كله بيلف في حتتين، انت فلول وانت مش فلول وانت ضد وانت، كله كلام هجومي هجومي هجومي، ما اتفقوش مع بعض، ما قعدوش مع بعض. كل واحد تخيل ان هو يبقى بطل العالم، ما دخلش في اي نوع من التحالف مع الاخر. تخيل لو واحد ولا اتنين من المرشحين الحقيقيين للثوره، يبقى واحد فيهم اللي هو النائب وواحد الرئيس ويشتغلوا مع بعض. غير كده في 3 4 مرشحين اسمهم مرشحين الثوره، ودخلوا عملوا ايه بالظبط؟ دخلوا اللي هو ايه، كل واحد فيهم خد 7 اصوات تقريبا، يعني عارف متاكد في واحد مراته ما اختارتوش مثلا، انا متضايق منه في حاجات كتير. لكن الاهم من كده ان الراجل ده طول ما هو مرشح بيطلع في برامج ويتكلم ويشتم في كل المرشحين الثوريين التانيين، بعترهم. عمري ما شفت كده في العالم كله. لو انتوا ثورجيه بجد، مرشحين ثوريين بجد، ضيعتونا. مفيش كلام كبير خالص، كل كلامكم على حاجات صغيره، تقعدوا تكلموا اهم حاجه دماء الشهداء. يا اخوانا ده جنب الشهداء في عائلات بقت شهيده ما بتاكلش، في عائلات شهيده كلها او اهل الشهيد نفسه مش عارفين يعملوا ايه، في ناس آلاف مؤلفة، مئات الآلاف، ملايين عاطلين عن العمل. محدش بيتكلم في كده خالص، محدش بيوجه الخطاب للمجموعات اللي فعلا محتاجة. في قطاع كامل مسيحي محدش بيتكلم عنه، محدش بيتكلم عن أي حاجة وسايبينهم، ما بقاش في بابا شنودة، محدش بيجي ناحيتهم خالص، محدش بيكلموا على مشاكلهم الحقيقية، ومتخيلين لا الناس دي معانا، ما بيفكرهمش. حتى الأمريكان كان ليهم طريقة جميلة زمان بعد ما وقعوا صدام حسين، كل فترة يرجع تاني يطلع خبر كده عن اكتشاف مقبرة جماعية عشان يفكرك
فاكر كان بيحصل فيك ايه؟ لا احنا خلاص نسينا ونسيناها ونسينا غيرهم وغيرهم وخلاص الموضوع ايه؟ نركز على خناقاتنا مع بعض. حاجه تكسف. خسروا طبعا مذنبين. اكيد الشباب الثوراجي طبعا. مبدئيا احترام شديد ليهم، لان النهارده بس في مجرد تعليقات من بعد بدايه العمليه الانتخابيه لما لقوا النتائج طلعت ازاي، كتير منهم طلعوا اعترفوا وقالوا احنا غلطانين، غلطنا كتير جدا، وقعنا مع بعض، اتخانقنا مع بعض، ما وحدناش صفوفنا، هاجمنا الناس الغلط، وفي الاخر كلنا خسرنا. ليهم حق، بس بعد ايه؟ ضيعونا. ناس شباب متحمس جدا، عايزين يعملوا حاجات كتيره، اتاكلوا اتضحك عليهم الاعلام ده من كلامهم على فكره، من ناس من القاده بتاعتهم. اتجننا بان احنا بنطلع في التلفزيون النهارده وبكره والقناه دي والقناه دي وفلوس تمويل، يجي ناس يقول لك عايزين تعملوا مشروعات، وكلام على فكره كويس، ما فيهوش حاجه ضد البلد، لا مشروعات عشان خدمه البلد وغيره. الفلوس والاضواء تبوظ الدماغ، الشتيمه بقت سهله قوي واحنا مش كده، وبقى في ناس منهم يقول لك كمان احنا كده والشعب المصري قليل الادب، ويقولوا الفاظ تعبانه حد له شوف في حاجه، الفاظ بقت بلدي وبقت تتقال، واحنا مش كده على فكره، شعب محترم جدا. شتامين خوانين بنخون الجميع، ومبقتش تعرف مين الفلول ومين اللي مش فلول. وعلى فكره اللي مش فل بيبقى فل بعد فتره، اي حد يعترض عليك تقول له انت على فكره جاسوس وخاين وعميل ومن بتاع النظام القديم. المثل المعروف كلنا لما واحده كل يوم تقول لجوزها يعني ايه انت بتخوني انت بتخوني، الراجل بعد فتره يقول ما اخونها بقى وخلاص، ما انا كده كده شايل الهم والعلقه. يعني حاجه تكسف. ضيعنا وقت ومجهود غير طبيعي، واختيارات خاطئه جدا زي الاخ الطيب عصام شرف وغيره، وسابوهم يعملوها، وضيعنا فرصه ورا الثانيه ورا الثالثه، وكل ده ما عملوش حزب. تخيل لو في حزب قوي موحد للثوار باتجاهاتهم اللي هي واضح ان هي ثوريه ويساريه واشتراكيه وشعبيه وعماليه، ورا حمدين صباحي الراجل اللي هو كان بيجمع فلوس الحمله بتاعته يوم بيومه، كان الوضع اتغير تماما. غلطانين. هو في مشكله ان انا اتكلم على اعلام الثوره لانه مش موجود اساسا، لكن كان في بعض الناس الاعلاميين والناس اللي اصبحوا اعلاميين قرر يقلع لبس الثائر ويبقى اعلامي في وقت قليل جدا ويعملوا برامج. اللذيذ ان هم ما عملوش لغايه دلوقتي مع كل القدرات المتاحه، الناس كانت مستعده تمولهم، كان ممكن نحرج ناس يمولوهم او غيره، ما جوش ناحيتهم ودابوا دخلوا في وسط اعلام اللي هي النظام القديم واللي احنا بنطلق عليهم اعلام الفلول، وبقوا بيطلعوا معاهم. وعلى فكره كده بيدوهم صك الغفران والحصانه. في حاجه مبدا كده في السلوكيات بتاعت الناس اسمه براندنج اسوسيشن، ان انا واحد نظيف جدا يطلع مع واحد انا اسف اللفظ قذر جدا، ده بياخد من ده وده بياخد من ده، لما تشوف القذر بعد كده تقول انا شفته مع النظيف غالبا نظيف، وهكذا الصوره تنتقل لكل من هو كنا بنعتبر ان هو وحش، الله ده كويس انه طلع مع فلان. وكمان ما بذلوش اي مجهود على فكره، بقوا يشتموا ويزعقوا ويشتموا اكتر في الثوار ويشتموا اكتر في الاسلاميين وغيره، وعمرهم ما جم ناحيه اي حد من المرشحين اللي هم النظام القديم زي شفيق موسى، ما جوش ناحيتهم اطلاقا. مفيش اسئله حقيقيه، الحوارات مع دول بالذات محدش بيسال في التفاصيل، هتعمل الامن ازاي في خلال 24 ساعه، علاقتك بالظبط بجمعيه بتاعت مارينا كنت مسؤول فيها ازاي بتقول بره الفساد. لما انت اتكلمت على عصام سلطان وقلت ده كان شغال مع امن الدوله، عرفت ازاي وانت قلت ما كانش ليا دعوه بامن الدوله وموضوع موقعة الجامعه حصل كله من ورايا، الحرق اللي حصل المستندات، محدش دخل في التفاصيل. هتجيب فلوس لمصر ازاي، ايه المشروعات المحدده اللي هتعملها، محدش بيتكلم في التفاصيل دي خالص. كلامنا كله في الايه، نهاجم في نفسنا وفي الاسلاميين، ما كانوش هم اللي معانا بجد يوم الثوره وغيره، ومن الاسلاميين زيهم زينا، نهاجم كتير جدا في العسكر، وفي بعض الاوقات يا سيدي الفاضل اكسبوا ما تخسروش، لعبوا، ما حصلش الكلام ده. ما اعرفش بقى عن عمد عن عدم عمد ولا غيره، بسمع دلوقتي تاني من كلام من جوه الناس دي ان هم لا زال الاعلاميين دول او المثقفين شبه المثقفين خناقاتهم غير طبيعيه على الظهور والحيز والصوره وحاجات من هذا القبيل. ضيعونا، مذنبين جدا. الاخوان، الحريه والعداله، الجماعه، سميها زي ما تسميها، مش ممكن. فرصه العمر جايه لك، مسكت نفسك قوي في الايام الاولانيه للثوره وكلام كبير، كل شويه تقول حاجه وتعمل عكسها، والناس مش ناقصه لان الاعلام شغال، الاعلام اللي هو القديم والنظام القديم يخبط فيك، والناس المتحمسين اللي بيشتموا زي ما كنا بتقول لسه بنقول من شويه، وانت تقول مش هنزل مرشح تنزل مرشح، وما تقولش التبرير بشكل واضح، وحتى لو قلته بشكل واضح هتبقى مشكله لان الاعلام 90% منه ضدك. تبدا بعمل جميل جدا تحالف الديمقراطي، وتحط ناس حلوه معاك ايام الانتخابات متحالفه زي وحيد عبد المجيد زي محمد عبد المنعم الصاوي كده، كل الناس تختفي فجاه ونلاقي الموضوع وقف كله، موقعه كبيره جدا على
اللجنه التاسيسيه للدستور، يا عم ده وقته، قوانين غريبه عاملين لك يا سيدي، ده وقت ثانويه عامه تبقى سنه اهم من السنه هتعمل فيها ايه؟ يا سيدي ده العيال من اولى ابتدائي ما بيتعلموش حاجه. طب هو السوق محتاج ايه؟ سوق العمل في تفاصيل كتير جدا قبل ما نخش نعملها سنه ولا سنتين. عملت ايه؟ انك الفلوس كلها اللي هو الاقتصاد الغير رسمي، الانفورمال، البلاك ايكونومي، الفلوس اللي هي كلها ما بتخشش الدوله، الدروس خصوصيه وغيره، تتحط في التعليم بجد، العمليه التعليميه الرسميه، وتدخل ضرائب للبلد والطلبه يتعلموا بجد. ما تتكلمش في الحاجات دي، ضيعت وقت في حاجات غير طبيعيه. الاهم من كل ده، اديت للناس انطباع البطل المغوار، انا داخل اكسر كل حاجه واعمل واسوي، وانت ما عندكش السلطه وضحكت على الناس ما قلتلهمش، ما عملتش حاجه بسيطه بنسميها اداره التوقعات، مانجينج اكسبكتيشنز. فالخلاصه الناس كلها قال لك شفت بقى اخوان ضيعونا وهيودونا في 60 داهيه، وكل اللي عايزينه السلطه والتكالب. يوم لما حتى دخلت يوم الانتخابات مجلس الشعب، اختفت تماما التحالفات الجميله اللي كنت عاملها في الاول. طالع لوحدك بتعمل السلاسل البشريه بالعائلات بالحاجات، استعراض قوه، والناس مش ناقصه استعراضات قوه والتخويف. اذا كان العالم كله بيخوف منك، دلوقتي بتزودها كمان. مذنبين لا جدال. من البرادة دانا الامل، فتح الباب في وقت ما حدش خالص كان بيتكلم على احتمال تغيير في مصر ولا اي حاجه خالص، ما اتكلمش خالص حد ايامها غيره. وكان راجع، انا فاكر شفت له مؤتمر صحفي كان لسه في النمسا، وقال كلام كبير جدا، ورجع ولوحده وقال هيحصل اللي هو العصيان المدني بس مراحل الاولانيه، اللي هو نجمع التوقيعات وغيره. وساعه الجد لما بدا اللعب الحقيقي، لما مبارك تنحى واتخلع، الراجل دور سلبي تماما، ينام بدري، يتكلم حاجات بسيطه، يسيب الشباب يختاروا غلط، يقول اختياركم الشباب. وده كلام برضو من ناس قريبين جدا من الراجل المحترم العاقل الواعي جدا، اللي كان عارف ممكن يعمل ايه، اللي عارف يلاعب الامريكان والروس والصينيين والفرنساويين والانجليز سنين طويله جوه ايه الموضوع اللي هي وكاله الطاقه الذريه. نفسه خلص معانا ولا ايه؟ ما لعبش خالص. الشباب يختاروا غلط، عصام شرف يلا مش مشكله، يا مش عارف يحصل ايه غلط، انا مقموص مش لاعب اللعبه دي. وبعدين فجأة ينزل بعد فوات الأوان بحزب، وبرضه بنفس الذوق والأدب والاحترام اللي عنده، حزب سمك لبن تمر هندي. كنت لسه بقول لكم برضه كلام وربنا يحاسبني عليه من جوه هذا المكان، ناس اللي بتطلع كل يوم تهاجم وتتكلم في الثورة، واللي ضيعوا سمعة الثورة. خدوا بالكم ان احنا جزء كبير من الشعب بتاعنا يفرق معاه الاسلوب. لو واحد سرقك وحط ايده في جيبك وانت قلت له انت حرامي، الناس يزعلوا منك انت، تقول انت ازاي قلت له كده، انت بتجرحه في الكلام. تفرق معانا الطريقه والاسلوب. فالشتايم الناس عماله بتتكلم فيها، هم اسما ادباء ومثقفين وغيره، يطلع يشتم جامد جدا. الناس دي لغايه النهارده بتتخانق جوه الحزب. انا صورتي صغيره شويه على الويب سايت، الموقع اللي هيتعمل الحزب على الانترنت، بالمقارنه بفلان اللي هو المفروض صورته تبقى اصغر مني. حاجه بلدي قوي قوي. كان المفروض نتوقع من البلديه بعد كل عمل. انا قلت الراجل جاي نظيف، مفيش ضغوط عليه، محدش ماسك عليه حاجه، عنده طاقه شويه في مصر يديها لنا، هو لسه ما كبرش قوي في السن، لكن الحمد لله على كل حال. ماشي. طب ايه بقى؟ ننهار بقى ونموت ونتشحتف ونقطع هدومنا وندفن نفسنا بالحياه؟ اطلاقا. صوره ايجابيه جدا على فكره يا جماعه. خلينا فاكرين اللي حصل ده اعجاز. ان الشعب المصري يروح يختار بهذه الشفافيه وكل واحد يقول قراره بجد، اعجاز. الناس ارائها مختلفه، عادي. اللي وصلنا له لو بصينا لما اتكلمنا على كل واحد اخطائه عامله ازاي، نتيجه طبيعيه جدا. لازم نفكر هي الناس عايزه ايه؟ الناس اهتماماتها ايه؟ الناس عايزه تاكل وتشرب وتطمن على نفسها وعلى اولادها وعلى مستقبلها، تشتغل، يكون عندها بيت امن. في الناس اللي درسوا التسويق والماركتنج واللي هي نظريات الاحتياجات البشريه، في نظريه عتيقه تاريخيه اتهرينا كلنا خدناها، اللي هي نظريه الاحتياجات بتاعه واحد اسمه ماسلو. قال لك ان الاحتياجات الانسانيه 5 مستويات. اول مستوى اللي هو الاحتياجات الاساسيه للحياه، ما ينفعش تعيش من غيرها، المأكل والمشرب. المستوى اللي بعده يبدا يتكلم معاك في اللي هو الشلتر والسكيورتي، الامن والامان، والكلمه الشهيره اللي طول عمرنا بنسمعها بتفرق جدا، ان طبيعه بشريه. دي تاني حاجه. ما اقدرش افكر في الثالثه ولا الرابعه الا لما اخلص الاولانيه وبعدين الثانيه. وبعد الثانيه نخش في الثالثه اللي هو الانتماء لمجموعه، نكون وسط مجموعه واهل واصدقاء وناس قريبين مني فكريا وثقافيا واجتماعيا وغيره. بعد كده نخش على المستوى الرابع اللي هو كل ما يتعلق بقى بالنجاح الفردي، ابدا انجح واتالق واعمل حاجه لوحدي. المستوى الخامس اللي انا بتكلم فيه بقى هو ايه؟ ارضاء الذات. ابدا اعمل حاجه لبلدي لشعبي، حاجه ما حدش يعرف عنها حد من الناس بس انا بعملها لمزاجي الشخصي، يعني ارضاء ذاتي كده، حاجه دينيه، حاجه اي ما كانت. فاحنا كل كلامنا المده اللي فاتت دي نسينا الشعب عايز ايه. عمالين بنتكلم حق الشهداء يا سيدي، مع كل احترام دفعنا لهم بشكل او باخر، لكن خلينا اي حد شهداء، خلينا ناس كتيره من العواطليه. عايز اقول لك ان في مصر 10 مليون عاطل.
ناس اللي خرجوا المعاش المبكر كلهم خدوا الفلوس صرفوها على جواز الابن او البنت، او صرفوها على احتياجات او ديون او غيره، وراجل عنده 42 43 سنه قاعد على القهوه، هيعمل ايه؟ الشباب العواطلي ده كله هيعمل ايه؟ اسهل يروح ينتحر، يروح محمد محمود ويروح، لانه مش شافش حاجه مطلقه من كل الثوار ما شافش حزب اتجمع عشان الثوره، ما خدش طاقه الولاد دول حطيناها في حزب، ما عملناش اي حاجه خالص. فلازم نفكر الناس دي عايزه ايه. لما يسمع حد مرشح بيقول له الامن مستقبلك، محدش هينام زعلان، محدش هينام جعان، ده انا معاكم في الثوره لعلمك وانا لن اقبل انا كنت بره الفساد، هيصدقوا. خصوصا ان بيسمع من جوه الثوار، وعلى فكره فلان كان غلطان، وعلى فكره ما تصدقش الاخوان دول كذا، وما تصدقش مش عارف الثوري ده خد فلوس، ودول تبع 6 ابريل تبع صربيا حرقنا كل الناس. فعايزين نقول اللي بيحصل ده طبيعي ومرحله وهنعدي منها، والناس برضو بنفس الوعي اللي وصلوا له، ما حدش يقول على الناس دي اغبياء اطلاقا، على فكره الشعب اذكى مما نتخيل. الناس دي بعد كده هتتعلم كتير، في فرق بين الجهل والغباء على فكره، محتاجين نتعلم. لما تلاقي ناس كتير النهارده تقول لك ان الراجل مثلا احمد شفيق عمل انجازات لانه عمل مطار، واللي قال لك كده ما طلعش بره القريه بتاعته، ما ركبش حتى المترو بالنسبه له اعجاز. لازم نفهمه ان في ناس ثانيه بتعمل انجازات. وعلى فكره في ناس بتزعل من الكلام ده، خلينا يعني واقعيين زياده عن اللزوم. الامريكان عندهم حاجه بيسموها الفساد الكفء، efficient corruption، يقول لك اسرق وانجز لغايه لما بعد كده تقدر تشتغل من غير ما تسرق. بس ما ينفعش ان انت لا تنجز ولا تعمل حاجه وفي نفس الوقت بتسرق. مرحله متقدمه شويه، عايزين نشوف انجازات، عايزين نشوف شغل، وفي انجازات كتير قوي قوي في بلدنا، عايزين ده نفكر ايه الانجازات اللي ممكن نعملها للناس. والشعب اللي فاق ده واعي، ضغطه غير طبيعي. يعني لو اتوعد النهارده الامن هيجي لك في 24 ساعه، ثاني يوم الانتخابات فين الامن؟ اتوعد بوظائف، فين الوظائف؟ فين الاكل والشرب؟ فين المصالح؟ فين الاقتصاد رجع؟ فين الفلوس اللي جايه من بره؟ فين العلاقات؟ ما حدش هيصبر ثانيه. الابواب اللي فتحت دي كلها مش هتتقفل تاني. لازم هنعملها، ولازم هنعملها مع بعض، محدش هيعملها لوحده، هنشتغل فيها مع بعض، هنتعب قوي. واحنا اخترنا طريق ديمقراطي، وده صعب على فكره، صعب جدا. انا قلت لكم، حكيت لكم المثل بتاع نيكاراجوا وما انتهاش نهايه حلوه. فرنسا واوروبا وغيرها زي ما انتم شايفين، الراجل بيكتسح الانتخابات، لو فشل في 4 سنين الشعب هيمشيه. بس لازم نبدا نشتغل. اي مكان الرئيس هندعمه. عايزين نلعبها صح، نلعبها صح اخلاقيا، ونلعبها صح احترافيا، ونعمل مشروعاتنا. ولما نيجي بقى كل واحد من المرشحين، احنا عندنا 2 المرحله الاخيره، ايا ما كانوا، هنتكلم مع كل واحد، قول لي بقى بالتفصيل، سمعني كلامك بالتفصيل، انت وهو هتعملها ازاي، هتعملها مع مين، نضغط عليهم. قدامنا اسبوعين، عايزين نعرف مين نائب، عايزين نعرف مين فريق العمل اللي معاك، نتاكد بس كلامك مظبوط ولا لا، عشان لما اشوف فلان ده انا عارف ان هو حرامي هفضحه، شوف ده خبير، ده درس لي في الجامعه، ده شفته في شركه، ده عمل فتح فرص عمل، اعرف حاجه واقعيه، ما يجيبليش كلام من الخيال. هنعملها ان شاء الله، وربنا يوفقنا مع بعض، هنعملها ان شاء الله. تصبحوا على خير.